السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يوم شتوي، الجو ساقع جدا والولاد قايمين تعبانين وعندهم امتحانات، فقلت اعمل لهم شوربة خضار النهارده. هطبخ برضو معاها بسلة والفراخ. تمام. قبل برضو ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة. عندي هنا الخضار، كوسة وجزر، وعندي بطاطس قشرتهم. تمام، وقطعتهم بالشكل ده. طبعا عايزه تحطي فاصوليا ماشي، عايزه تحطي بسله ماشي، انا ما بحبهمش في شوربه الخضار بصراحه. قطعتهم كده. وسايبه الفراخ تتسلق على النار. عقبال بقى ما تتسلق عشان اخد الشوربه بتاعتها، فحطيت حله تانية على النار عشان اطبخ فيها البسله. هحط بقى حته سمنه فيها واسيبها تسخن. هنا بقى بعد ما السمنه سخنت عندي، كنت بصلايه صغيره قطعتها مربعات كده وحطيتها. هصفرها بس، مش عايزاها تغمق معايا. تمام. حطيت بقى معلقتين صلصة المعلبة دي، وكنت بضرب طماطم في الخلاط. تمام، نزلت كده بالطماطم. تمام، هحط بس ملح وفلفل اسود. سهلة جدا ومتاخدش وقت برضو. تمام كده، الفلفل الاسود. الحلة اللي هناك دي انا حاطة فيها الفراخ بتتسلق، هتخلص هتستوي وهعمل بقى معاكم شوربة الخضار. تمام. هنا بقى نزلت بالبسلة، وبعدها برضو هحط الجزر وهسيبها تستوي كده. خلصت يعني، هسيبها تستوي براحتها. تمام، اهو الجزر اهو. هسيبها بقى تستوي. هنقلها على عين تانية واحط بقى الحلة عشان اعمل شوربة الخضار. الحلة دي هنا خلاص كانت الفراخ استوت، طلعتها عشان احمرها، ودي الشوربة بتاعتها. هحط برضو في حلة فاضية فيها حتة سمنة، وهحط فيها لسان عصفور احمره. لو عايزة شعرية برضو تنفع يعني، انا ما كانش عندي، انا عملتها بلسان العصفور. تمام، هحمرها بقى. تمام، ده اللون ده كده حلو. تمام، هنزل عليها بالخضار بعد ما غسلته. هشوح فيه شوية مع السمنة واللسان عصفور. تمام. عندي بقى كرفس. الكرفس ده ما بلاقيهوش على طول بصراحة، بس وقت ما بلاقيه بجيبه وبغسله وبقطعه زي كده وبحطه في الفريزر. بحبه جدا في شوربة الخضار، بيبقى جميل. فبطلع حتة على قد ما انا عايزة وبحطها كده وهي متلجة يعني، ما بستناش تفك. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك. خلاص، انا شوحت بقى الخضار مع لسان العصفور في السمنة وحطيت الكرفس. بنزل عليهم بقى بالشوربة واسيبها تستوي. هنا يعتبر الاكل معانا خلاص خلص. هعمل رز ابيض. هنا كان الرز بقى، انا عملته خلاص واستوى. طبعا كلنا عارفين الرز بيتعمل ازاي. وهنا البسلة برضو كانت استوت. تمام، وشوربة الخضار برضو استوت. ان شاء الله يكون اكل النهاردة عجبكم والفيديو يكون خفيف كده. ما تنسوش تحطوا اللايك، تدعوا لنا دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.